بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض قصة حلوة قوي عن رئيس الملائكة الجليل ميخائيل. هي بتتكلم عن إن الكنيسة بتاعت ملاك ميخائيل اتبنت ب50 جنيه بس. كل ده ليه تفاصيل كتير جدا، قصة جميلة جدا. شوف تفاصيلها مع بعض، بس يا ريت تدعمونا باشتراككم في القناة والضغط على زر الجرس للكل ليصلك كل جديد مننا. تفاصيل القصة بتقول إن كانت في ست عجوزة، كانت ست بسيطة قوي في بلد من الفلاحين، وكانت علاقتها بربنا حلوة قوي، وكانت كمان علاقتها بالملاك ميخائيل قوية جدا. كانت بتحب الملاك ميخائيل جدا، كانت متعودة كل سنة في عيده تعمل له حاجة زي ندر، تعمل قرص أو توزع برتقان، المهم إن هي تعمل له أي حاجة. وفي مرة من المرات جه عيد الملاك ميخائيل وما كانش معاها فلوس خالص. طبعا كانت متضايقة قوي علشان ما هيش قادرة تعمل الندر اللي هي متعودة عليه. فصلت للملاك ميخائيل وقالت له أنا نفسي أعمل لك حاجة في عيدك بس معيش فلوس. وكان عيد الملاك ميخائيل وقتها كان موافق يوم جمعة. المهم وهي قاعدة حزينة ومتضايقة عشان ما قدرتش تعمل أي حاجة للملاك ميخائيل، لقت الباب بيخبط عليها، ولقت راجل من التأمينات. وطبعا التأمينات دي هيئة حكومية، والهيئة الحكومية ما بتشتغلش يوم الجمعة. يعني يا حنية قلبك يا ملاك ميخائيل. المهم بتسأل الراجل، بتقول له حضرتك مين؟ قال لها أنا من التأمينات وجاي أجيب لك فروقات في المعاش بتاعك، حسبناها ولقينا إن ليكي فلوس عندنا. طبعا الست كانت فرحانة جدا جدا، لأن عرفت إن ده مش صدفة ولا أي حاجة، دي صلاتها للملاك ميخائيل وربنا وقفت معاها، والملاك ميخائيل محبش يزعلها أبدا. فقت فرحانة خالص وعملت الندر اللي هي متعودة عليه كل مرة، وده كان برضو بسيط جدا. ومن علاقتها الجميلة بالملاك ميخائيل كان شفيعها قوي في كل حاجة في حياتها وفي تربية ولادها في كل حياتها. وكان ولادها حلوين قوي وناجحين في حياتهم ببركة وشفاعة حبيبها الملاك ميخائيل. بتقول في يوم من الأيام حوشت مبلغ صغير كان قيمته 50 جنيه. المبلغ ده بالنسبة لها هي مبلغ كبير جدا، حبت تدي اللي حوشته للملاك. فضلت تصلي للملاك ميخائيل إنه يرشدها ويظهر لها، ففعلا ظهر لها وقال لها روحي ادي المبلغ ده للكاهن في كنيسة مرجرجس سبورتنج في اسكندرية، وقولي له انك عايزة تبني كنيسة على اسم الملاك ميخائيل. فعلا الست البسيطة سمعت الكلام وراحت ركبت القطر وراحت نزلت اسكندرية وجات في مرجرجس سبورتنج وقابلت أبونا هناك، كان اسمه أبونا لوقا سيداروس، وقالت له خد 50 جنيه دي كل اللي أنا محوشاه، وابني بيها كنيسة على اسم الملاك ميخائيل. وقعدت تحكي له عن عمل الملاك ميخائيل معاها وقد ايه شفاعته حلوة معاها وان هو واقف في حياتها، وقعدت تحكي له كل حاجة. طبعا ابونا استغرب خالص بس مرضيش يحرجها ان المبلغ ده صغير، فقال لها طيب احنا ممكن نعمل هيكل او مقصورة على اسم الملاك ميخائيل في اي كنيسة. قالت له لا، وصممت بشدة. قالت له أنا عايزة كنيسة على اسم الملاك، مش مقصورة ولا هيكل. وحاولت تفهمه وهو كمان حاول يفهمها إن المبلغ صغير، بس هي مصممة وبشدة كبيرة جدا. في نفس الوقت ده كان معدي وقتها أبونا بشوي كامل، راح حكاله الموقف. فأبونا عشان يهدي الموقف قال لها حاضر هنبني لك الكنيسة بال50 جنيه دي. ورضى الست البسيطة ومشيت الست. وبعدين أبونا بشوي قال لأبونا لوقا الناس البسيطة دي بيبقى عندها إيمان قوي جميل، فما تغزلهمش وخلي 50 جنيه معاه. وقال له إحنا نصلي وربنا يرشدنا. عدى حوالي أسبوع وجي واحد اسمه الأستاذ ميخائيل، كانت علاقته قوية جدا بابونا بشوي كامل، وقال له أنا عايزك في موضوع يا قدس أبونا. فقال له أنت عارف إن أنا ومراتي ما بنخلفش، وإحنا عايزين نتبرع بالفيلا بتاعتنا اللي ساكنين فيها للبطريركية ونبنيها كنيسة على اسم الملاك ميخائيل. أبونا أول ما سمع كده جات في باله على طول الست البسيطة بتاعت 50 جنيه. فشكروا أبونا وسألوا على مكان الفيلا، فقال له دي في منطقة في مصطفى كامل.
أبونا قال له طب أنا هعرض على الكهنة ولجنة الكنيسة وهرد عليك يا أستاذ ميخائيل. وفعلا أبونا عرض الموضوع على لجنة الكنيسة والكهنة، فيهم اللي اعترض بسبب مكانها، عشان كان وقتها مصطفى كامل كانت منطقة وحشة قوي ومنطقة مقطوعة وما كانش فيها ناس كتير ومحدش هيعرف يوصل لها. لكن أبونا بشوي كان عنده بعد نظر كعادته طبعا. المهم أبونا بشوي قال لهم اتفرجوا على المنطقة دي هتبقى ايه بعد كده، احنا نصلي ونشوف ربنا يرتب وعايز ايه. وفعلا طبعا كان في اعتراضات كتير جدا على بنى الكنيسة في المنطقة دي، في ناس اقترحت ان هم يبيعوا الأرض ويشتروا كنيسة في مكان تاني، لكن بتدبير ربنا أستاذ ميخائيل رفض وقال له لو مش هتبنوا الأرض بتاعت كنيسة على اسم الملاك ميخائيل أنا هاخدها تاني يا أبونا. طبعا وبتدبير ربنا كمان جه مقاول لأبونا بشوي وقال له أنا هعمل الكنيسة اللي كان طالبها أستاذ ميخائيل من غير أي فلوس. فأبونا استغرب قوي وقال له إزاي مش هتاخد أي حاجة؟ قال له ولا مليم يا أبونا، لا أنا ولا العمال، أنا بس هجيب الأدوات اللي هيطلبوها العمال في البنى، ودي هتتكلف حوالي 50 جنيه بس مش أكتر ولا أقل، ومش عايز ولا مليم يا ابونا، لا انا ولا العمال. ابونا اوتوماتيك طبعا افتكر الست البسيطة وحكاية ال50 جنيه، وقال للمقاول بس كده مش عايز اي حاجة تاني؟ قال له انا مش عايز اي حاجة خالص. اتشجع أبونا بشوي وحس إن دي إرادة ربنا وإرادة الملاك ميخائيل، واقتنع طبعا باقي المعترضين وحسوا إن ربنا والملاك ميخائيل عايزين الكنيسة دي تتبني في المكان ده على اسمه. وفعلا بدأوا في البنى، والمفاجأة بقى وهم بيحفروا لقوا حجر صخري على شكل قربانة عليها 5 ثقوب والصليب. اتشجعوا أكتر واتبنت الكنيسة واتعمل أول قداس فيها على إيد الأنبا مكسيموس مطران القليوبية، وهي دلوقتي طبعا من أحسن الكنايس. ولو هنبص هنلاقي إن الكنيسة دي من أحلى وأكبر الكنايس في اسكندرية، واتبنت على إيمان بسيط من ست بسيطة جدا. كل اللي كانت بتعمله إنها كانت بتحب الملاك ميخائيل جدا، وكانت أمينة في عمل الندر بتاعه كل سنة حتى ولو كان حاجة بسيطة، بس كانت ست بسيطة وست عندها إيمان قوي، وعلاقتها بربنا وبالملاك كانت عظيمة جدا جدا. والمعروف كمان إن الست دي الملاك كان مبارك لها في حياتها وولادها بشكل غير طبيعي، ولادها كلهم متعلمين وأصبح ليهم مكانة كبيرة في المجتمع، وكل ده طبعا بشفاعة الملاك ميخائيل. كنيسة الملاك ميخائيل بسبب مكانها والوسط المحيط فهي كنيسة ربنا مبارك في ماديتها، ولو هنرجع نلاقي إنها اتبنت ب50 جنيه مش أكتر. السلام للملاك ميخائيل صاحب الصيت الفاخر، يا معظم بالتبجيل ذو العجب الباهر. بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ادعمونا بلايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور، اذكرونا في صلاتكم.